ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من قصر السلطان. النهاردة معانا علامة استفهام جديدة وسؤال جديد بيطرح نفسه عن الدولة العثمانية. الدولة العثمانية اللي بتمثل حضارة إسلامية عظيمة امتدت لأكثر من 6 قرون. الدولة العثمانية كانت بدايتها قبيلة عبارة عن 400 فارس. 400 فارس كانوا مع الغازي أرطغرل. دي هي النواة اللي نشأت منها الدولة العثمانية. كل الناس بتتساءل ازاي قبيلة صغيرة من 400 فارس تأسس دولة كبيرة وعظيمة زي الدولة العثمانية. اللي يرجع لتاريخ نشأة وبداية الدولة العثمانية هيجد ان ال 400 فارس او القبيلة الصغيرة دي كانت مسؤولة عن جزء مهم جدا في الفترة دي من ضمن الدولة السلجوقية، كانت مسؤولة عن الثغور، فكانوا على احتكاك مباشر مع البيزنطيين اللي موجودين على حدود الدولة السلجوقية. بالإضافة لأن وجودهم في الثغور زاد من قدرتهم القتالية، زاد من جاهزيتهم للقتال وللجهاد في سبيل الله، بالإضافة لوجود علماء ربانيين أثروا في الجنود وكان ليهم دور كبير جدا في بناء الجانب الروحي والمعنوي ورفع الروح المعنوية للجنود المقاتلين وحثهم على الجهاد في سبيل الله وعلى التضحية وعلى الدفاع عن الإسلام وبناء دولة إسلامية تحمي المسلمين. وجود هؤلاء العلماء أثر بشكل كبير في هذه القبيلة الصغيرة وجعل من القبيلة الصغيرة دي مجتمع قوي متماسك قدر أن هو يقوم بفتوحات كبيرة خلال فترات زمنية قصيرة. عثمان ابن أرطغرل استلم الإمارة من والده أرطغرل الغازي وكانت مساحة الإمارة أكثر من 4000 كيلومتر، سلمها لابنه السلطان أورخان ومساحتها تتجاوز 16000 كيلومتر. ولما سقطت الدولة السلجوقية على يد الخانيين أعلن عثمان ابن أرطغرل استقلاله وبويع من قبل أمراء الثغور كأمير لمنطقة سوغوت. انتظرونا في الفقرة الثانية من فقرات قصر السلطان مع الفقرة الرمضانية. كونوا معنا. أهلا بكم في الفقرة الرمضانية. السواك، ناس كتير جدا بتمتنع عن استخدام السواك في نهار رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شهر رمضان، وأغلب العلماء أجازوا استخدام السواك في نهار رمضان مع الحرص على عدم وصول أي شيء من طعمه أو ما يخرج منه إلى المعدة. كذلك معجون الأسنان، ناس كتير جدا بتختلف في موضوع معجون الأسنان. هل معجون الأسنان مفطر في نهار رمضان أم لا؟ على قول أغلب العلماء أن معجون الأسنان غير مفطر، لا يفطر، لا يسبب الإفطار في نهار رمضان، ولكن مع الحرص على عدم وصول أي شيء إلى الجوف إلى المعدة. يعني كان حريص ما فيش أي حاجة توصل للمعدة، وغير ذلك فهو جائز في نهار رمضان. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم عليكم. ودلوقتي جه موعد سؤال حلقتنا، وسؤال حلقتنا النهارده بيقول ايه المميزات اللي ربنا سبحانه وتعالى ميز بيها شهر رمضان عن باقي الشهور؟ ايه المميزات اللي ربنا سبحانه وتعالى ميز بيها شهر رمضان عن باقي الشهور؟ ابعتوا لنا اجاباتكم على سؤالنا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة عبد الرحمن العالمي، او على قناتنا على اليوتيوب بنفس الاسم، او سيب تعليق بالاجابة تحت الفيديو. انتظرونا يوميا في قصر السلطان وكشف حقائق غائبة عن تاريخ الدولة العثمانية. كونوا في الموعد. السلام عليكم.